مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. الأول أنا عايزة طبعا أعتذر لكم إن أنا متأخرة عليكم كتير جدا في فيديوهات رمضان، ولكن والله لظروف خارجة عن إرادتي، يعني مش مجالها دلوقتي إن أنا أحكيها. إنما أنا مقدرش برضو أغيب عنكم في رمضان، وأكيد هعوض لكم جولات رمضان اللي كنا بننزل نعملها الفترة الجاية برضو بفيديوهات تعجبكم. إنما أنا حبيت إن أنا أقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويا رب بقى السنة دي عشان خاطر الظروف كلها اللي احنا بنمر بيها والمنطقة كلها بتمر بيها، وربنا يرفع عن اخواتنا في فلسطين يا رب، ويفك الكرب اللي احنا فيه بقالنا شهور. انما احنا السنة دي انا شايفة ان هي اكتر سنة هنكون عارفين فيها يعني ايه رمضان بجد، يعني ايه لمة عيلة بجد. السنة دي التجهيزات والاستعدادات لرمضان اظن انها هتكون مختلفة، وكمان احتفائنا برمضان هيكون مختلف. اول حاجة، انا واحدة من الناس زيكم، ويمكن ده كان سبب من الاسباب ان انا اتأخر في جولات رمضان. ما كنتش حاسة ان انا قادرة اعمل ده السنة دي بسبب كل اللي بيحصل. لكن لما فكرت مع نفسي لقيت انه لا، يمكن السنة دي هي اكتر سنة انا هبقى عارفة قيمة ان انا النعم اللي عندي من كتر اللي احنا بنشوفه. فدي نعم لازم نشكر ربنا عليها. عندنا بيت، عندنا عيلة، عندنا سقف، عندنا أكل، عندنا شرب، فالحمد لله على نعم ربنا كلها. في السنة دي أظن التعبد هيكون أكتر الخير. في ناس بتقعد تتريق وبتهزر، وأنا الحقيقة ما بحبش الهزار في الحاجات دي، لكن أنا متأكدة مصر الخير فيها ما بيقلش تماما. كلنا متعودين نعمل خير، وكل واحد متعود يعمل خير هيعمله السنة دي. فإن شاء الله رمضان السنة دي هيكون مختلف. كل واحد متعود على حاجة لازم يعملها. طلعوا الزينة، طلعوا مفارشكوا، طلعوا الفوانيس، وضفوا الشقق. أنا عارفة في ناس ابتدت تعمل ده. الناس بقى اللي لسه قافلة على نفسها أو متضايقة أو حاسة إنها نفسيا مش هتقدر تعمل ده، ما احنا لو ما عملناش ده محدش هيطلعنا من اللي احنا فيه. لازم نبقى عارفين ان حق الحياة ده نعمة من عند ربنا اداها لنا. حق الامان ده نعمة من نعم ربنا هو اللي مديها لنا. فلازم برضو احنا نكون شاكرين نعم ربنا، ما نكفرش بيها ونقول لا وندور على الزعل والنكد هنفضل فاكرين، محدش فينا هينسى. لكن هنحتفل برمضان وهنعمل عاداتنا. بالعكس السنة دي كمان هنبقى عارفين معنى لمة العيلة ولمة ان يبقى كل الناس مع بعضها، ان انتوا تبقوا قاعدين مبسوطين امنين. الحمد لله، دي نعمة من نعم ربنا. يمكن علشان اتعودنا عليها، وبيقولك ساعات الواحد لما بيألف نعمة ما بيعرفش قيمتها. فمع كل اللي بيحصل حوالينا ده الحمد لله على نعمة الأمان، وإن إحنا عندنا كل واحد عنده الناس اللي بتحبه موجودين معاه، عنده بيت، عنده سقف. يعني إحنا واصلين للدرجة دي. يعني إحنا شايفين ناس ما عندهمش حق السكن، ما عندهمش. فخلونا السنة دي نحتفل برمضان زي ما كلنا متعودين، ولازم ندخل البهجة على نفوسنا وبيوتنا، وكل الجوامع في كل الدول العربية هتكون بتدعي لاخواتنا. هو ده ان احنا نحس بيهم، ان احنا نفضل ندعي لهم ونفضل فاكرين مش ناسيين. هو ده الدعم الحقيقي، مش ان احنا كمان ندخل الحزن بيوتنا. ربنا يبعد عنا الحزن وعن بيوتكم يا رب، ومحد يبقى في بيته فيه حزن، عشان الحزن وحش، ولما بيطول بيبقى وحش وحش وحش. فافرحوا وابتهجوا واحتفلوا برمضان. ده شهر الصوم وشهر العبادة، ما هو شهر حاجة تانية، لكن احنا هنحتفل بيه زي ما متعودين، ونعمل عاداتنا وتقاليدنا وزينة رمضان، وندخل البهجة على الأطفال، ونعرفهم ان احنا الحمد لله عندنا نعم لازم نشكر ربنا عليها. بس كده، ده اللي انا كنت طالعه اقوله لكم، فيديو صغنون كده، لكن والله من قلبي. وزي ما بقول لكم انتوا الكلام ده انا قلته لنفسي، يعني انا نفسي كنت متردده، وكنت يعني محرجه ان انا اعمل فيديوهات في الفتره اللي فاتت كلها.
لكن لأ، الحياة لازم تكمّل ولازم تستمر، ولازم نفضل فاكرين ما إحناش ناسيين، ولازم تفضل كل القضايا العربية في مخنا وفي قلبنا، ولكن ما نكفرش بنعمة ربنا علينا في مصر ولا في كل الدول العربية. يعني أنا كلامي ده ما يخصش المصريين بس، وزع علينا في كل الدول العربية والغير عربية، ولكن أنا دلوقتي باكلم حبايبي في كل الدول العربية وفي مصر. نفرح برمضان، نحتفل برمضان ونبتهج على قد ما نقدر، مش بالأكل والله، يعني الابتهاج عمره ما كان بالأكل يا جماعة. طلعوا زينة رمضان أكيد عندكم السنة اللي فاتت، ولو ما عندكمش هاتوا أقمشة وعندكم فيديوهات ليا وفيديوهات لغيري توريكوا تعملوا كل حاجة في البيت يعني فلوس قليلة جدا، لكن دخلوا بهجة رمضان البيت، ده مهم جدا. احنا محتاجين نبتهج، محتاجين نتبسط، محتاجين نهدى شوية، لأن من أصعب الأمور إنك تخلي مش شعب، شعوب منطقة متضايقة ومحبطة ومكتئبة وما عندهاش أمل في حاجة. ده أخطر حاجة، يعني عدونا مش عايز أكتر من كده، هيقول لكم شكرا، انتوا اديتوني اللي أنا عايزه. أهل فلسطين نفسهم في عز كل حاجة بيعرفوا يتبسطوا وبيعرفوا يفرحوا، وأنا كنت بشوف حاجات جميلة وأفراح وأعياد ميلاد وصدقوني أنا متأكدة رمضان لسه ما جاش، وإن شاء الله لو حصل هبقى أنزلها. هتلاقوا برضو فطار جماعي في فلسطين واحتفالات في فلسطين وفي غزة تحديدا، وهنبقى ننقلها ونشوف دوت. فكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، وسامحوني السنة دي في فيديوهات رمضان، ولكن صدقوني هعوضكم برضو بحاجات حلوة عن رمضان في مصر. وأشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.